من أسوأ الشخصيات اللي ممكن تقابلوها في حياتكم الشخص اللي ما بيعتذرش، الشخص اللي على طول بيشوف نفسه إن هو صح. وده مشكلته مشكلة لأنه هو إنسان، أنا بعتبره إنسان ضعيف، لأنه دايما بيعول على نجاحه بفشل الآخرين، ما بيعرفش يشوف إن هو ناجح غير لما يحس اللي حواليه إن هم فشل. في أي وجهة نظر في أي موضوع هو دايما ما بيغلط، ما بيقعدش حواليه ناس كتير نضيفة تكمل معاه المشوار. دايما اللي بيبقوا حواليه المنافقين اللي بيطبلوا له، اللي على طول بيحسسوه ان هو دايما صح، وبيشبعوا دايما رغباته في انه يحس انه قيادي. بس مع الاسف زي ما قلت لكم ده انسان ضعيف، لان هو لو قوي فعلا، القوي اللي يعرف يعتذر يقول انا غلطت ويصلح من اخطائه. مش عيب انك انت تقول انا غلطان، ده بالعكس ده منتهى القوة. بس هرجع اقول لكم، هو غصب عنه، هو بيبقى مريض من جواه، هو ما عندوش قدرة ان يشوف حقيقة نفسه. هو دايما بيعول على اللي حواليه ان هم غلطانين. يعني لو انت غلطت معاه في اي موقف مهما كان بسيط يكبره ويعملوا فيلم كبير، وممكن يقلب الترابيزة عليك، وساعتها يا حلو مش هتعرف تنجد نفسك منه، لانه دايما هيبقى مأثر فيك، وترجع تقول انا الانسان ده على طول معقدني، انا مش عارف ارضيه ازاي. صدقوني مش هتعرفوا ترضوهم، لان الناس دي مفيش حاجة بترضيهم غير ان هم يحسوا ان هم رأيهم صح، وان هم ما بيغلطوش. احذروا يا جماعة من هذه الشخصيات. وعليك انك انت لما تلاقي شخصية زي كده معاك في الحياة، يا ترجع وتحاول تصلح من اخطائه وتواجهه وتفهمه ان مش هينفع يكمل معاك مسيرة حياتكم، انه على طول بيغلطك وعلى طول ما بيعتذرش. ساعتها لو ما قدرش ان هو يصلح من اخطائه، وانا اشك ان هو يصلح، لان دي بتبقى نفسية هو متعود عليها وعايش بيها، ساعتها اخلعوا منه على طول. لان مع الاسف في النهاية انتوا اللي هتقاسوا منه. في النهاية هتحس انك انت شخصيتك ضعيفة جنبه، او هتحس على طول مع الوقت ان انت فعلا ممكن تكون غلطان. لازم تبقوا حذرين، لازم تبقوا واخدين بالكم ومركزين مع الشخصيات اللي زي كده، ان مع الوقت بيلاقي نفسه الدايرة المحيطة اللي بيه قلت، ومبقاش فيها ناس من هم الناس المخلصين. دايما زي ما قلت لكم اللي حواليهم كلهم منافقين، وبيشبعوا رغباتهم علشان يحس في النهاية ان هو قيادي. بس عايز اقول لك حاجة، انت اللي عملت فيه كده، لانك من الاول ما واجهتوش بالخطأ اللعين. خطأ كبير قوي انك تبقى انسان ما بتشوفش نفسك انك بتغلط. خطأ كبير انك ما تبقاش عندك القوة انك تقف وتراجع نفسك في اخطائك. حاولوا يا جماعة دايما تنتقوا اللي حواليكم، مش اي حد نرتبط بيه ونعمل له قيمة كبيرة وما نقدرش نتخلص منه. لانك انت لو حبيت اللي زي دوا هتعيش في براسن شباكه، هتفضل طول عمرك مستخسر تضيع العلاقة وهو عمال يهد فيك. خلي بالكم من اللي ما بيغلطوش، دول منهم حوالينا كتير. ربنا يصلح حالي وحالكم، ونبقى عندنا القوة والقدرة اللي احنا نشوف أخطائنا ونصحح ما فيها. السلام عليكم، تتمسوا بالعافية.